طبعا كلنا عارفين كرتون توم وجيري، وكلنا تقريبا شفناه. كرتون الطفولة عندنا بيتفرج عليه الكبير والصغير. كرتون جميل جدا. بس اللي ما تعرفوش ان كرتون توم وجيري ليه حلقات مأساوية ومرعبة جدا، ما ينفعش انها تناسب الاطفال. حلقات اتحذفت تماما، وفي حلقات تانية اتحذف منها لقطات صعبة جدا. يلا بينا نشوفها مع بعض. بس قبل ما نبدأ ياريت تدوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. في حلقة من الحلقات المعروفة، كان توم وجيري ومعاهم الكتكوت الصغير اللي بيحاول توم يمسكه علشان ياكله. ومرة واحدة توم يضرب جيري بالسكينة، والكتكوت يشده من تحتها. نلاقي دراع جيري مقطوع ومنزل دم كتير. وفجأة نسمع صراخ جيري، ولكن كان صراخ مخيف جدا، تحسه صوت راجل حقيقي في مشهد مخيف. وبعدها يجري جيري والكتكوت، وأثناء ما توم بيلاحقهم يخبط في خشبة مرات كتيرة. وبعدها نلاقي المشهد اللي انت شايفه ده، مشهد ما يناسبش الأطفال خالص. ودي كانت لقطات اتحذفت من الحلقة دي. في حلقة تانية اتحذفت كلها، بس اتحذفت عندنا في الدول العربية بس، وهتفهم السبب ليه. بتبتدي الحلقة عادي، الصراع المعتاد بين توم وجيري، وأثناء الصراع ده يشد توم سجادة عليها بيانو وبيقع عليه يموته. وبعدها تلاقي روحه بتطلع للسما على سلم متحرك، وبيفضل طالع لفوق لغاية ما يوصل للسما، ويلاقي باب مكتوب عليه الجنة، واقف عليه واحد بيسأل القطط قبل ما يدخله. ويجي الدور على توم ويقول له الراجل انه متأسف، مش هينفع يخش الجنة غير لما يخلي جيري يسامحه ويمديله على الورقة دي. وقال له لو ما عملتش كده هتخش الجحيم. بيرجع توم تاني وبيحاول يخلي جيري يسامحه، وبيعمله كل اللي هو عايزه، وبيترجاه يسامحه، وفعلا بيسامحه. ولكن جيري الوقت يخلص معاه، وبيتعذب في الآخر. وفي الآخر يكتشف إن كل ده حلم. على قد ما هي حلقة كرتون، إلا وإن هي ما تنفعش مع قيمنا ومجتمعنا الإسلامي، علشان كده اتمنعت من العرض. ونيجي لآخر حلقة معانا، والحلقة دي كاملة اتمنعت من العرض في بعض الدول لأنها بتشجع على الانتحار. الحلقة بتبتدي عادي، إن توم بيحب واحدة وبيحاول يرضيها، وفي قط تاني غني عايز برضه حبيبة توم. بعدها توم بيحس باليأس وبيقعد على سكة القطر، بس مش لوحده. جيري كمان بيقعد معاه بعد ما حصل معاه نفس الموقف، ويقعدوا على سكة القطر. وفي آخر حاجة نسمع صوت القطر جاي، وبتخلص الحلقة على كده. انتحار توم وجيري. طبعا حلقة زي دي ما كانش ينفع تتعرض، لأن زي ما انت شايف بتشجع الأطفال على الانتحار. بس كده، قولنا ايه رأيك في الفيديو في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك علشان يجيلك كل جديد. سلام.